اهلا بيكم اعزائي المتابعين برنامجكم اصدق كدبه. النهارده هنتكلم في موضوع حلو جدا ومتعلق بالتجميل. هنتكلم عن حقن النضاره، محفزات الكولاجين. كتير مننا بنشوف دلوقتي الترند بتاع حقن النضاره، بس مش عارف هي المفروض استخدم انهي حقنه. ما بنشوفش السايد افكت بتاعها على طول زي الفيلر والبوتوكس. ايه محفزات الكولاجين المفروض بتعمل ايه؟ بعض الاسئله كده بتقعد تراودنا، ايه الحوار ده؟ اتجه لانهي اتجاه؟ النهارده معايا ضيفتي الجميله الدكتوره رنا مبارك، اخصائيه الجلديه والتجميل. اهلا بيكي يا دكتور، نورتينا. اهلا بيكي بنور. عايزين كده نعرف الناس حقن النضاره. كتير جدا جدا مننا بنسمع عن ترند حقن النضاره، العنبر، الياقوت، انواع كتير. بس انا اخد ايه او اتجه لاني حقن، وايه هي المفروض بتعمل ايه للبشره؟ فمحتاجين حضرتك كده تعرفينا كده بسرعه ايه حقن النضاره. طيب حلو قوي. بصي، هي حقن النضاره هي اللفظ التاني اللي بيطلق عليها اللي هي السكين بوسترز. هي ببساطه ابر بتشتغل ان هي تحفز لي الكولاجين وتعمل نضاره وشد طبيعي للبشره. مم. المكون الاساسي لمعظم الحقن هو حمض الهيالورونيك اسيد اللي هو موجود اصلا في ماده الفيلر، بس بيكون في شكل نون كروس لينكد او مش مترابط او سائل، فبيديني النضاره من غير ما يعمل لي امتلاء. طيب السؤال بقى اللي انتي قلتيه انا اختار ازاي ابرة النضارة، الحقيقة احنا بنروح للدكتور وهو اللي يقول لنا. مش انا اللي اقول. بالظبط، دي حاجة مهمة قوي قوي، لانه احنا بتجيلنا في العيادة البنت، انا بنت خالتي او صاحبتي عملت الابرة بالظبط. الفلانية. بالظبط. بالظبط، فانا عايزة اعملها. فده مش صح، لان هما الانواع كتيرة جدا وكل يوم بيزيد نوع علينا جديد، مكوناته مختلفة، فانا بختارلك على حسب حالة بشرتك. هي دي بقى الجزئيه، لان فعلا انا بقابل كتير تقول لك دي في صاحبتي خدت حقنه النضاره تحفه، وجيت طلبتها من الدكتور رفضت. مظبوط مظبوط. رفضتي على اساس ان كل بشره ليها حقنه المعين او صحيح المختصه بيها. صحيح، والتارجت بتاعك انت جايه لي العياده يا ترى عايزه شد للوجه، ولا عايزه بس شويه نضاره وخلاص؟ طيب عايزه امتلاء مع النضاره، عايزه امتلاء خفيف طبعا مش امتلاء فيلر، عايزه تفتيح. فالمكونات بتاعه ابره النضاره هي اللي هتخليني اختار لك الحاجه المناسبه، زائد سنك وحاله بشرتك، حاجات كتيره هتحدد لي هاخد اي نوع من انواع ابر النضاره. طب حقنه النضاره بتستمر قد ايه؟ شوفي على حسب النوع، بس انا دايما فكره بتستمر قد ايه يعني سؤال مهم قوي. احنا لما بنيجي نعمل ابر نضاره لازم نعرف ان هي استثمار في الكولاجين بتاعنا، يعني مش انا هحطها دلوقتي فهاخد التاثير بتاعها دلوقتي واقول هيستمر قد ايه وخلاص. لا، انا اولا كل ابره نضاره ايا كانت نوعها ايه ليها مفعول قصير المدى ومفعول طويل المدى. مفعول قصير المدى ده اللي احنا لما بنعمله بنشوف كده زي بلان بي افكت او الوش منور زياده عن اللزوم، فهو ده اللي بيقعد معايا فتره، ممكن من شهر ل3 شهور على حسب نوع الابره. لكن في الاخر هو الحاجات اللي انا بحقنها دي اللي بتدخل تحفز لي الكولاجين على المدى الطويل، علشان مره على مره انا بستثمر في بشرتي. لما يبقى سني 40 هيكون انا في سن شكلي بشرتي كاني في ال30، في ال50 كاني في ال40 وهكذا، فهو نوع يعني استثمار. الدافع لتصغير العمر او اللي يخلي فيه نضاره وحيويه ده هو اكتر بحقن النضاره. انا كنت بحسب ان الفيلر والبوتوكس برضو بيعمل كده. لا الحقيقة لا، بصي الفيلر والبوتوكس ليهم استخداماتهم المهمة، بس استخدامات معينة معروفة. لكن الحاجة اللي تخليني بستثمر في بشرتي على المدى الطويل هي السكين بوسترز اللي هي إبر النضارة ومحفزات الكولاجين. دي الحاجات اللي بتخلي شكل الوش حتى لو أنا مش عاملة إجراءات زي الفيلرز والبوتوكس شكلي أصغر من سني، أو بحافظ حتى على إن أنا أكون في أفضل صورة في العمر الحالي بتاعي. انا بتكلم قبل ما ندخل بقولك يا دكتور، هي محفزات الكولاجين هي حقن النضاره؟ قلت لي لا. لا يا منى، ستوب، لا دي حاجه مظبوط ودي حاجه. ايه مظبوط. الفرق ما بينهم؟ لان محفزات الكولاجين يعني مصطلح جديد، مم. عايزين نعرف الناس هو عباره عن ايه وطريقته حقنه ايه، قصه محفزات الكولاجين. حلو قوي السؤال ده. بصي ابر النضاره زي ما قلت لك في الاول هو المكون الاساسي بتاعها هو حمض الهيالورونيك اسيد، مم. مضاف ليه بقى مواد تفتيح، تركيز الحمض مختلف، لكن كلهم زي ما بنقول قاعدة واحدة وأساس مم. واحد. محفزات الكولاجين دي نوع تاني بقى خالص من المواد، وعلم جديد احنا دخلنا له، فيها مواد كتيرة زي البوليلاكتيك أسيد، الكالسيوم، كلهم بيعملوا شد للبشرة. شد بقى اللي هو زي شد الخيوط زمان، مم. فبتعمل شد أكتر للبشرة، وبتتحقن في طبقات أعمق شوية من الإبر النضارة. ما بتتحقنش بس في الجلد عشان تدي نضارة، لا بتتحقن في طبقات أعمق، لأن احنا بنهدف بيها الشد.
الشد. مم. الحقيقه المحفزات الكولاجين من ساعه ما طلعت بقت خلينا شويه ما نستخدمش الخيوط كتير، تخلي اللي كان بيروح يعمل اجراء جراحي زي اجراء مثلا شد الوجه ياخره شويه، او الموضوع يبقى ليميتد لحالات يعتبر معينه. ده ترند دلوقتي في الشد البشرة محفزات الكولاجين. هو ترند طبعا، بس هو من الترندات اللذيذه الصحيحه. يعني في مهم. ترندات بتطلع بتبقى وحشه وغلط وبنقول للناس لا. هو ترند زي ما قلت لك، هو استثمار على المدى البعيد. انت بتستثمري في الكولاجين بتاعتك، في الشد البشره بتاعك، والمواد بتاعتها امنه، وفي نفس الوقت بتديني نتائج حلوه على المدى الطويل كمان. طيب هل انا اللي باجي احدد يا دكتور اقول لك دكتور انا محتاجه حقن نضاره مع محفزات كولاجين او محتاجه محفزات كولاجين بس، ولا الجزئيه دي لا بعيد بقى، ده لازم يبقى تخصص الدكتور، هو بيشوف كل بشره محتاجه ايه؟ لا، الطبيب طبعا لازم هو يحدد. مم. لانه احيانا انت تجيلي مثلا السن بيفرق، حالة البشرة مش بس السن في البطاقة زي ما بيقولوا، حالة بشرتك في عمرها قد ايه بيفرق معايا. حالة الجلد، هل هو سميك ولا هو فيه ترهل ولا الحالة طبيعية. ده اللي يخليني اقولك لا احنا محتاجين شد بمحفزات كولاجين، او ان انا اخد ابر نضارة عادية. حضرتك اللي بتحددي. طبعا. طيب جزئية تانية ناس كتير بتبقى جاهلة فيها، اللي هو أنا خدت حقنة النضارة أنا مش محتاجة إن أنا أعيدها تاني خلاص. مم. هي في اعتقادها إن حقن النضارة forever مم. على المدى البعيد. ازاي تقولي ان حقن النضاره ليها مده زي البوتوكس والفيلر احنا بتتاخد فتره معينه وبتضطري ان انت تعملي اعاده تاني او تضطري ان انت تاخدي نوع تاني؟ قصه شوفي، دي. هو زي ما قلنا هو إبر النضارة ليها نوعين من الاستخدامات. يا إما هو حل الإنقاذ السريع زي ما بيسموها كده، إبرة المناسبات، اللي هو أنا عندي مثلا مناسبة أو فرحي بعد أسبوعين، فأنا هاخد الإبرة. بس ساعتها أنا بتارجت عندي اللي هو الشورت تيرم افكت، أو اللي هو المفعول قصير المدى اللي زي ما قلنا بيدي نضارة وجلو. لكن الحد اللي عايز ياخد زي كورس علاجي، لا، ده احنا بنقول له إن احنا لازم نعيدها على حسب بقى نوع الإبرة ونوع بشرتي. يا اما بنعيدها مره كل شهر بمعدل حقنتين، او مره كل شهر بمعدل 3 حقن، على حسب زي ما قلنا حاله بشرتي وكمان العمر بتاعي. ثلاث مرات يبقى معنى 3 كده ان مرات على 3 شهور. بالظبط كده، ده في السنه، وبعد كده بنشوفها بعد السنه التانية وبنشوف هي اللي هي بس محتاجه يعني ولا لو لا. انا خدت حقن نضاره في خلال 3 شهور دي بتقعد معايا ماكسيمم مثلا سنه، صح بالظبط. مظبوط؟ هي زي ما قلت لك، هي انت بتستثمري في الكولاجين، مش بتقعد سنه بس، احنا بعد السنه هنحتاج ان احنا نعيدها نجدد تاني. او ناخد حاجات تانية. مظبوط. طيب معظم البنات الصغيره ودي اللي عايزه اتكلم فيها، انا مش محتاجه، يعني انا في ال20 انا في ال30، لا لما اوصل بقى ل40 او ل50 افكر ان انا اخد حقن النضاره او افكر ان انا اخد بوتوكس او افكر ان انا اخد فيلر. راي حضرتك الطبي في الجزء ده بالذات للبنات؟ شوفي، هو فكره السن ما بقتش عامل. يعني انا دلوقتي بيجيلي بنات في العياده في اوائل العشرينات للاسف بشرتهم متضرره بسبب الاكل الغلط وبسبب الاجهاد والاسترس والامتحانات، ودخل علينا كمان فكره التدخين شويه، فبقى شكل بشرتهم بقت زي البنات اللي في الثلاثينات. فانا عمري ما بحكم على حد بسنه قد ايه زي ما بيقولوا. ده رقم واحد. رقم اتنين، ابر النضاره بتأخر لي استخدامي للفيلرز والحاجات دي كلها، لان هي بتديني بشره مشدوده على الوقت. فكل ما ببتدي فيها وانا اصغر، كل ما باخد بشره مشدوده، فاخر بقى الاجراءات الاعنف شويه، يعني الفيلرز بتنصحي بيها وكده. للبنات الصغيره؟ طبعا اللي في ابر النضاره البسيطه اللي فيها حمض الهيدرونيك اسيد، دي ماده طبيعيه لطيفه، فممكن نبتديها من اي سن. ما دام ان انا خلاص محتاجه وبشرتي بدات ان هي احس ان هي متضرره شويه، فهي تنفع لكل البنات من اوائل مش العشرينات. مرتبطه بسن معين. نفس لا القصه خالص. هتكلم فيها في قصه البوتوكس او الفيلر، لان دايما بلاحظ ان الامهات ان في بعض البنات دلوقتي بقوا متفتحين اكتر، بتبقى رافضه فكره ان يبقى في اي تجاعيد باينه. بس الام طبعا كقلب لا، انت ما وصلتيش للسن ال40 وال50 عشان تفكري استحاله تعملي ده. اطمن الام ازاي وان انا اشجع البنت لا ما تقلقيش ده مش هيأثر عليكي ولا هيدمر بشرتك؟ شوفي، البوتوكس تحديدا تأخيره بيدفعنا فاتورة أو ضريبة زي ما بيقولوا. لأنه أنا لما بتأخر في حقن البوتوكس، التجاعيد اللي هي كانت حركية هتبتدي تبقى ثابتة ومحفورة في الجلد، فساعتها هيبقى علاجها مش بس بوتوكس، هحتاج إجراءات تانية. فدايما بقول لهم البوتوكس ملوش سن، وانس ان التجاعيد ظهرت ده معناه ان انا محتاجه بوتوكس. وده بيعتمد مش بس على السن، على قوه العضله والانفعالات بتاعتي. انا بشتغل مثلا شغله بتخليني دايما مكشره، المدرسات، شغلات كتيره، فانا لازم احقن البوتوكس وانس ان التجاعيد ظهرت، حتى لو انا لسه في اوائل العشرينات، لان انا بحمي نفسي انه خلاص التجاعيد تبقى ثابته في الجلد، واضطر بقى ان انا اخد اجراءات تانية مع البوتوكس والموضوع يبقى اصعب عليا. يعني بتشجعي الناس وبتشجعي الامهات، الموضوع مش خطر،
طبعا هو جو. مش خطر، باخده لما بحتاجه. لو انا مهم. مش محتاجه اكيد مش هعمل حاجه حد مش محتاجه. لكن مهم. عندي تجاعيد حركيه يبقى انا لازم الجا للبوتوكس حتى لو انا في اول 20، وده مش هيضرها في حاجه، بالعكس. خلينا، بما ان انت في حياتك، ما بيجيلكيش بعض الرجال يقولوا لك احنا محتاجين حقن نضاره، ولا صعب قوي، او لا يعملوا اي بيجي، اجراء تجميلي؟ لا بيجي كتير، بيجي كتير على فكرة. يعني مفهوم بتاع انه الرجالة ما بتعملش تجميل ده بقى بالظبط. مفهوم قديم. بيجوا بيهتموا بنفسهم يمكن اكتر من السيدات دلوقتي ايه كمان. اكتر حاجة الرجال بتلفت انتباههم في التجميل؟ هل الشيب بتاع الدقن مثلا هو دي اكتر حاجة هما بصي اكتر حاجتين: البوتوكس يعني التجاعيد، لان هما قوة العضل عندهم كذكور اقوى مننا، فالتجاعيد بتبقى واضحة اكتر مننا. وتاني حاجة زي ما انتي قلتي كده، الشيب بتاع الجو لاين، مهم. عظمة الفك مع الدقن، ده اللي بيخلي الملامح الذكورية تبان اكتر، فدي مهم. من اكتر الحاجات اللي هما بيطلبوها. طيب بتقعد معاه قد ايه؟ في خلال قد ايه تفضل مستمرة مع شكل الجولاين ده؟ طبعا ال... بحقن الفيلر، ده صح؟ فيلر مظبوط. مظبوط. اه. الفيلر بيقعد معايا في المنطقة دي سنة تقريبا، ممكن جو ازيد شوية، بس يعني المتوسط سنة. بس حاليا دلوقتي فكر الرجال اختلف، يعني ما بقاش الموضوع مرتبط بس على سيدات، لا لا في خالص قصة خالص، دلوقتي ان هو بقى يبقى احلى واجمل. اتشجعوا بقى، الموضوع بالنسبة لهم عادي جدا هم يعملوا تجميل. انا سعدت جدا، حلقة جميلة انا كمان. وممتعة، وبجد ميرسي على كل المفاهيم الخطأ اللي عند الناس اللي انتي صححتيها. ونتمنى من البنات الصغيرة ان هم يتجهوا اكتر لقصة التجميل وقصة البوتوكس وحقن النظر. ان ميرسي يا شاء الله. دكتور، نورتيني. العفو، ده نور. أعزائي المتابعين، أتمنى حلقتي النهاردة تكون أفادتكم، وبجد نهتم بشكلنا وبمظهرنا. طبعا لازم نهتم بينا من الداخل قبل الخارج. انتظروني في حلقة جديدة في برنامجكم أصدق كده.